في قلب الصحراء مشروع ضخم بدأ يشع كالشمس. الجزائر راهنت على النور، على الطاقة النظيفة، على الاستقلال الكهربائي، لكن هناك من لم يعجبه الضوء. هناك من بدأ بخنق المشروع في صمت وتحريك أوراق من الظل. فهل وصلت يد الموصاد إلى شمس الجزائر، أم أن اللعبة أكبر وأخطر مما نتصور؟ في 2022 أعلنت الجزائر إطلاق واحد من أضخم مشاريع الطاقة الشمسية في إفريقيا، مشروع سولار 1000 ميجاوات، بداية خطة لتغطية حاجيات البلاد ثم التصدير نحو أوروبا. الصحراء الجزائرية الشاسعة 3000 ساعة شمسية سنويا، دعم صيني محتمل في التكنولوجيا. كل شيء كان يبدو في صالح الجزائر، لكن الخطر لم يكن في الداخل. في المقابل المغرب لم يقف متفرجا، فبعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020 بدأ ما يعرف بثورة الطاقة الإسرائيلية المغربية. شركات إسرائيلية بدأت مشاريع طاقة في الصحراء المغربية، اتفاقيات تكنولوجية، تبادل خبرات، وحديث عن مشروع مشترك لتصدير الكهرباء إلى أوروبا. وهنا بدأ التخوف الجزائري: هل دخل الموصاد على الخط؟ وهل تحول التحالف المغربي الإسرائيلي إلى أداة لخنق مشاريع الطاقة الجزائرية؟ تقارير فرنسية سربت في 2022 تحدثت عن نشاط استخباراتي إسرائيلي في دول شمال إفريقيا. الجزائر تحديدا كانت تحت المراقبة. تم التحديث عن اختراق شركات طاقة، تتبع حركات الشحنات، وحتى اعتراض بيانات من محطات توليد الطاقة الشمسية. الموصاد لا يبحث عن الشمس، بل عن السيطرة على من يتحكم بها. ومن هنا بدأ يتضح أن المعركة ليست تكنولوجيا فقط، بل أمن قومي. تزامنا مع صعود المشروع الجزائري بدأت حملات إعلامية في الصحافة الغربية تشكك في جدوى الشمس الجزائرية. تقارير تتحدث عن الفساد، وتحليلات تهاجم البنية التحتية، وشركات أوروبية ترفض الدخول للمشروع، وكأن أحدهم لا يريد للجزائر أن تنجح. وفي نفس الوقت المغرب يوقع اتفاقية طاقة خضراء مع بريطانيا لمد كابل كهرباء ضخم نحو أوروبا، بينما الجزائر تزرع الألواح. هناك من يزرع الشك. الجزائر اليوم ليست فقط تحت الحصار الجيوسياسي، بل أيضا الحصار الطاقوي. من الجنوب أنبوب الغاز النيجيري المغربي، من الغرب تحالف مغربي إسرائيلي، من الشمال أوروبا الغامضة في موقفها. كل شيء يشير إلى خطة شاملة لضرب العمق الاستراتيجي للطاقة الجزائرية، والهدف تقليص النفوذ قبل أن تشرق الشمس. الجزائر لم تبقى صامتة، بدأت شراكات جديدة مع الصين، تركيا وروسيا في مشاريع الطاقة. لكن السؤال: هل ما زال هناك وقت، أم أن المغرب سبق إلى التوقيع والتحالف والربط مع أوروبا؟ فالمعركة الآن ليست على الألواح، بل على من يوصل الكهرباء إلى القارة العجوز. حين تحاصر الشمس يبدأ الليل في التمدد. هذه ليست حرب طاقة، بل صراع نفوذ وخنق استراتيجي يدار من خلف الستارة. الجزائر تشع، لكن الأعين تترصد من بعيد. هل ينجح مشروعها، أم تطفأ شمسها كما طفئت مشاريع كثيرة من قبل؟ في كود الظل نكشف الوجه الآخر للطاقة حين تتحول إلى سلاح. اشترك الآن وفعل الجرس، فالمعارك القادمة لن تحسم بالسلاح فقط.